والحين ببتدي معاكم بمقادير العجينة الثانية اللي هي عجينة القشطة. فبحتاج علبتين من القشطة أو القيمر، فبحتاج إلى ملتين روب، 5 أكواب من الطحين الكويتي الفاخر، ملعقة طعام بيكنج باودر، ملعقة طعام من الخميرة الفورية، ونص كوب من الزيت، 5 ملعقة طعام من الشكر أو السكر، وملعقة شاي من الملح. هاي مقاديرنا. نبتدي. نفس ما علمتكم نحط المواد الجافة في صوب، وهني في ملة ثانية نحط المواد السائلة. حطيت الروب مع الزيت وهذه القيمر أو القشطة. نفس الخطوات أخلط المواد السائلة وبعدين بدخله داخل الميكروويف علشان يصير دافي. هذا الخليط بيكون بارد، المفروض يكون دافي علشان يتفاعل مع الخميرة. فبندخله داخل الميكروويف لمدة دقيقتين. دخله داخل الميكروويف وكل 5 ثواني أطلع الملة وأحرك فيها وأرد أرجعها داخل الميكروويف. بخلط أول شي المواد الجافة وبعدين بالتدريج الحين بحط المواد السائلة. شوفوا هذه العجينة نبتدي الحين نعينها زود. شوفوها هذه تكون شوي متماسكة لأن فيها قيمر مو بنفس اللبن. بس بحط شوي من الزيت هاللون واستمر بالعجن. حطيت شوي من الزيت من فوق وحطيت في الملة بعد زيت. الحين بخلي العجينة ذي ترتاح لمدة ساعة. وهذه العجينة بالقشطة شوفوا شلون انتفخت. بس بطش الهواء اللي فيها. قسمت العجينة إلى 4 أجزاء، خذيت جزء وابتدي الحين أفرد. فردت العجينة الحين باستخدام قطعة البيتزا. بسوي نفس الخطوط أضعاف. بستخدم ذلين الأقماع. باخذ شريطة واحدة وابتدي ألفها. بحط جزء من العجينة وبس على فوق ببتدي ألفها بهالشكل. شوفوا كذي. بحط من فوق شوي من البيض والحليب. وفي واحدة من متابعاتي قالت لي حطي شوي من النسكافيه، فحطيت على الريق. بس بمسح كذي من فوق وسيده بدخله داخل الفرن. وهذين الأقماع عقب ما استووا بس بكل سهولة تشيلونهم. الحين ذلين الأقماع جاهزين عندكم، بس بخليهم يبردون وبعدين بدخلهم داخل الفريزر لوقت الاستعمال. بس وقت الاستعمال تطلعونهم تحشونهم بالشيء اللي انتوا تبون، يعني جبنة كيري، لحم، دياي، حشوة بيتزا أو خضرة، لوتس، عندكم بيستاشيو، يعني تقدرون تستخدمونهم سواء حق الحلو أو المالح. وهذه كانت عجينة القشطة. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. سويت لكم اليوم نوعين من العجينة، عجينة البيتزا وعجينة القشطة. وإذا أنتم تحسون أن حسابي يستحق النشر، إذا ما عليكم أمر نشروا حسابي.